إحياء للذكرى السنوية 37 لرحيل الفنان الكردي الكبير محمد شيغو، زارت وفود من أحزاب سياسية ومؤسسات ثقافية وفنية وأدبية إلى جانب الهيئة المشتركة للكتاب والمثقفين الكرد في روجافاي كردستان ضريحه في مزار الهلالية في مدينة قامشلو. وخلال الزيارة وضعت الوفود أكاليل ورود تحمل ألوان الأخضر والأحمر والأصفر على ضريح الراحل تعبيرا عن الوفاء لمسيرته الفنية، كما استذكر الحضور إرثه الفني من خلال إعادة غناء عدد من أغانيه التي لا تزال حاضرة في الذاكرة الشعبية الكردية. وخلال مراسم الاستذكار قال الفنان الكردي دانيش بوطان أن الحديث عن محمد شيغو لسنوات لن يفيه حقه، مؤكدا أن له سيرة طويلة في خدمة شعبه، وأنه يعد من الفنانين المميزين على مستوى العالم بصوته الكردي الأصيل وعزفه على آلة البزق. وأضاف أن نتاجه الفني أصبح ملكا لكردستان والعالم. أفاناو محمد شيخو راستي